لاعبين من اصول عربيه في يورو 2024. من الطبيعي والمنطقي رؤيه النجوم العرب في بطولتي كاس الامم الاوروبيه وكاس الامم الافريقيه، ولكن ماذا عن يورو 2024 في المانيا؟ هتلاقي منهم من اصول لبنانيه، وواحد تاني جذوره من مصر، وثنائي كان على وشك تمثيل منتخب المغرب اللاعب زكي العمدوني والدته تركيا ووالده تونسي، ولكنه قرر تمثيل منتخب سويسرا في النهايه. وكمان اللاعب ويليام سليبا ولد في مدينه بوند الفرنسيه لاب لبناني وام كاميرونيه، ولكنه فضل تمثيل منتخب فرنسا. كمان اللاعب ستيفن شعراوي جناح نادي روما الايطالي كان مؤهلا للعب مع منتخب مصر لانه ولد لاب مصري وام تحمل الجنسيتين السويسريه والايطاليه، ولكن بسبب بعض المشاكل قرر تمثيل منتخب ايطاليا. واللاعب لويس اوبندا مهاجم لايبزيج البالغ من العمر 24 عام كان مرشح للانضمام لمنتخب المغرب، والدته مغربيه ووالده من اصول كونغوليه، ولكنه عاش وترعرع في بلجيكا، لذلك كانت اختياره الاول ولعب معها. واللاعب عثمان ديمبلي جناح باريس سان جيرمان ولد في فيرنون بالمنطقه الشماليه من فرنسا لوالد مالي وام تحمل الجنسيتين الموريتانيه والسنغاليه، وكان من الطبيعي انه يمثل فرنسا بسبب فرق القوه بين المنتخبين. واللاعب كيليان امبابي موهبه جيله ولد في 20 ديسمبر 1998 بفرنسا، وكان والده مهاجر من الكاميرون ولكنه يمتلك جذور جزائريه بترجع لوالدته الغنيه عن التعريف وهي فايزه العماري وكيله اعماله. وفي لاعب كمان يا ابو الكباتن انا ما ذكرتهوش وهو من اصول مغربيه وبيلعب في منتخب كبير، عاوزك انت تذكره لي في التعليقات. هتتفاجئ منتخبات الحصان الاسود في يورو 2024 حرفيا ما بتمرش بطوله كبيره للمنتخبات الا وبتكون في منتخبات خارج التوقعات وبتعمل مفاجآت كبيره، لا وكمان ممكن تحقق اللقب. عندك مثلا الدنمارك في 1992 لم تكن متأهله اساسا وعوضت المنتخب المستبعد وقتها يوغوسلافيا وحققت اللقب. واليونان في 2004 ما كانتش في حسبان اي حد اصلا، فازت على البرتغال والتشيك وفرنسا وحققت اللقب. يورو نسخه المانيا 2024 في منتخبات كتير خارج ترشيحات تحقيق اللقب، وهنا يكمن الحصان الاسود. نبتدي بمنتخب سويسرا. اصبح المنتخب السويسري دائم الحضور في المناسبات الكبيره في الالفيه الجديده وفي اليورو الماضي اقصى فرنسا. كمان معانا منتخب المجر، اكتسح المنتخب المجري مجموعته بالتصفيات وفاز على صربيا ابرز منافسيه ذهابا وايابا. وكمان منتخب الدنمارك لم يكن مشوار الدنمارك نحو اليورو ممهدا رغم غياب المنتخبات الكبيره عن مجموعته، ولكن عانت حتى المحطات الاخيره. وهناخد منتخب النمسا. لا تملك النمسا تاريخ كروي كبير خصوصا في العصر الحديث، ولكن الفريق الذي تأهل بدون اي معاناه تذكر، واقصى السويد يستحق الاحترام. وكمان منتخب تركيا قبل بدايه يونيو كان المنتخب التركي مرشح بارز ليكون الحصان الاسود في المانيا بسبب التشكيل المميز وكثره المحترفين في اوروبا ونجوم جلاتا سراي وفنربخشة. واخيرا منتخب جورجيا. واحد يقول لي لا انت جاي تهزر بقى، انا عارف ان اختيار جورجيا غير منطقي بالنظر الى ان الفريق اول مره يلعب في بطوله كبيره وكمان تواجد في البطوله اصلا بفضل ملحق دوري الامم الاوروبيه، ولكن هي دي الظروف بالظبط اللي ممكن تصنع المعجزات.